السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية في فيديو جديد، وبيقول لك اسطنبول في 2026 هل هي لسه فرصة كويسة للناس اللي حابة الاستقرار او اللي حابة تخرج تروح بلد اخرى؟ هل اسطنبول لسه فرصة كويسة ليهم ولا لأ؟ في الفيديو ده هنجاوب على الأسئلة دي بكام نقط، بنقط سريعة كده موجودة هنا في البلد، تقدر انت على أساسها تكون فكرة عامة عن تركيا. ولو انت كنت مخطط في 2026 انك تيجي اسطنبول، ان شاء الله الفيديو ده هيفيدك بالنقط اللي احنا هنقولها. خليكم معانا وكمل الفيديو للآخر، وما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك حالا عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة عن اسطنبول في 2026 وعن تركيا عموما، لو انت مهتم بالسفر ومهتم بتركيا على وجه التحديد. خليك معانا وكمل الفيديو للآخر. طيب، أول حاجة هنتكلم عنها هي الأسعار. هل لسه تركيا محتفظة بالأسعار بتاعت زمان، أو محتفظة كان يقولك أرخص دولة بعد الصين وروح تركيا هات منها اللبس رخيص ومش عارف إيه؟ هل لسه الكلام ده موجود؟ للأسف مش عايز اقول مش موجود ومش عايز اسود الدنيا خالص، لا، بس الاسعار زادت شوية عن زمان. يعني ممكن اللبس انا شايفه، انا هتكلم على مصر مثلا، انا شايفه مقارنة بمصر نفس الاسعار اللبس في مصر هي نفس الاسعار في تركيا. ممكن تبقى تركيا رخيصة يعني سنة صغيرة، لكن مش الفرق الكبير اللي يخليك ان انت تسافر تجيب هدوم من بره او كذا كذا. زي زمان. يعني الاول كانت الناس تسافر تقول لك مثلا سافر مره واحده كده في السنه، يجيب هدوم كتير وارخص وهو طالع من المطار، ما يدفعش عليها جمارك في اسمه ايه ده، في تركيا تاكسي فري، ويترد له الفلوس بتاعت الضرايب وقصه كده. بس للاسف حاليا الاسعار زادت، الفرق الشاسع اللي كان موجود ما بين تركيا وما بين مصر مثلا في اللبس ما بقاش موجود دلوقتي. استيل في لبس احسن، استيل في تنوع كبير قوي في السوق التركي، استيل في مناطق في تركيا خاصة في اسطنبول مخصصة بس لمولات الاوتلت او لللبس، وممكن او اكيد هتلاقي فيها لبس رخيص، بس اقصد ان الفرق عن زمان قل شوية لان التضخم زاد في تركيا الفترة الاخيرة، الدولار زاد، فالفرق عن اللي كان فيه الاول ما بقاش موجود. يعني كنت تلاقي مثلا تيشيرت في مصر ب 300 جنيه، في تركيا ممكن تجيبه ب 20 جنيه مثلا، تمام؟ دلوقتي الكلام ده مش موجود. لو التيشيرت في مصر ب 300 جنيه هتيجي تركيا هتلاقيه ب 250. فيعني مش الفرق الواو بتاع زمان. طيب، تاني نقطة تقدر تحدد عليها أو تبني عليها وجهة نظرك إنك تيجي تركيا أو لأ، هي المرتبات. هل المرتبات في تركيا تقدر تعيش الحد الأدنى للأجور يقدر يعيش أسرة؟ لأ. خلينا نقولها قولا واحدا، لو أنت شغال أو أنت بتاخد الحد الأدنى للأجور اللي محددات الدولة اللي احنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده، اللي هو 28 ألف ليرة في 2026 من بداية من شهر واحد، الحد الأدنى للأجور بقى 28 ألف ليرة 75. هل المبلغ ده يعيش أسرة أو يعيش واحد متزوج لوحده، لو هو وزوجته؟ لأ. تمام، قولا واحدا. هتحتاج ان انت تشتغل شغل إضافي، لان انت يعني زي ما قلنا اقل ايجارات شقه، الكلام ده اتكلمنا عليه في الفيديو بتاع المعيشه في تركيا، ولكن هنمر عليه مرور سريع كده. هنا الايجارات اقل حاجه بتبدا من 20,000. ده لو انت خدت مثلا بناء. هنا ايجار الشقه بيتحدد على عمر البناء. يعني مثلا العماره اللي اتبنت من 30 سنه لو فيها شقه فاضيه، ايجارها مش نفس الايجار لو عماره لسه طالعه جديد فيها شقه فاضيه. ليه؟ علشان هنا العماير كل سنه بيحطوا في بنائها نظم جديده مخصصه للزلازل، لان تركيا زي ما انتم عارفين الفتره الاخيره فيها موجة زلازل كبيرة، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع. فالدولة هنا حطت معايير جديدة للزلازل أو لبناء البيوت عشان تبقى ملائمة للوضع الحالي بتاع الزلازل وكده. فكل
كل ما يبقى البناء اجدد كل ما يبقى سعره اعلى. طبعا الاعمار بيد الله وكل حاجه، بس انت يعني بتحب تاخد بالاسباب يعني، وتاخد بناء جديد. سيبك بقى من موضوع الزلازل، بناء جديد هيبقى فيه الخدمات احسن، يبقى فيه البياض احسن، الحمام المطبخ اقصد يعني، الشقه هتبقى انضف واحلى من لو خدت شقه في بناء قديم. فكل ده السعر بيعلى معاك، يا دوب الحد الادنى الاجور زي ما احنا قلنا يعيشك انت لوحدك، ايجار واكل وشرب لو هتقعد في سكن مشترك وبتاع، وتحوش منه مبلغ بسيط، $100 150 $200. وممكن تحوش اكتر لو انت بقى ايه ماسك على نفسك قوي يعني، مش عايز تصرف يعني، تمام. ولكن لو اسره لازم هتشتغل شغلانه تانية، او ممكن ما تشتغلش شغلانه تانية وزوجتك يعني الفردين، يعني لو انتوا حسب الاتفاق ما بينكم الفردين يشتغلوا يعني، رب المنزل وزوجته الاتنين لو اشتغلوا ممكن هتبدأوا انكم يعني تعيشوا حياة كريمة، ولكن برضو مش حياة الرفاهية ان انت مش هتتفسح في كل شهر في مدينة شكل ومش عارف ايه وبتاع. لا، انت يعني هتقدر عايش حياة كويسة، بس الكلام ده طبعا في حالة ان انت بتاخد الحد الادنى للاجور. لكن لو انت والله شغال شغلانة كويسة، الشركة بتديك مرتب اعلى من ده بكتير، فلا تقدر ان انت تعيش حياة كويسة، وتقدر ان انت تعيش اهل بيتك واسرتك حياة حلوة جدا في اسطنبول، في ظل ان المدارس الحكومة هنا التعليم بالمجان فقط. الروضة بس اللي هو الحضانة اللي هو كي جي 1 وكي جي 2 ده بتدفع لهم فلوس، ولكن من اول اولى ابتدائي بقى زي ما احنا بقى عارفين فعندنا في مصر مثلا لحد الثانوية عامة كل ده ببلاش. وحتى الجامعة يعني المبلغ رمزي جدا، تعليم مجاني تماما هنا في تركيا. ممكن طبعا اللي هتصرف فيه فلوس اكتر هو المستشفيات لو ما عندكش تأمين، لو انت بتشتغل شغل مش عامل لك سيجورتا، مش عامل لك تأمين، فده الحاجة اللي انت هتصرف فيها جامد. وللأسف هنا لو انت مش معامل تأمين هتصرف في المصاريف الصحية او في المستشفيات مبالغ كبيرة جدا يعني. طيب، تالت حاجة تقدر تحدد عليها وجهة نظرك في 2026 إذا كنت هتيجي تركيا ولا لأ، هي الإقامات. وزي برضو ما اتكلمنا في فيديو المعيشة في تركيا قبل كده عن موضوع الإقامات وأنواعها، لو انت اختصارا كده بس للموضوع، لو انت جاي على فيزا دراسة هتقدر تطلع إقامة طالب وما فيش فيها أي مشكلة، وحتى الجامعة بتاعتك هي اللي بتطلعها لك، انت بس بتجهز الملف وبتسلمه للجامعة، والجامعة هي بتتولى الأمر يعني، والإقامة بتجيلك لحد البيت ما فيش أي مشكلة خالص. دي النقطة لو انت شغال الشغل بتاعك هو اللي بيطلع الإقامة، هو اللي بيتولى بالموضوع دوت، وبرضو ما فيهاش أي مشكلة خالص. عندك الإقامة العقارية، لو اشتريت بيت تقدر تاخد إقامة عقارية، بيت بيكون مقدر ب200,000 دولار. لو اشتريت بيت تمنه $200,000 تقدر ان انت تاخد بيها إقامة عقارية، وبرضه ما فيهاش أي مشكلة خالص. والإقامة العائلية لو حضرتك أو حضرتك متزوجين من أتراك، يقدر زوجك أو زوجتك تعمل لك إقامة عائلية، برضه ما فيش أي فيها مشكلة خالص. اللي فيها مشكلة ومش عايز اقول مشكلة قوي، لكن انت وحظك يعني، الإقامة السياحية. لو انت جاي بتأشيرة سياحة، عندك دلوقتي ان انت تقدم على الإقامة السياحية عن طريق إدارة الهجرة، او عن طريق النوتر، مكاتب النوتر اللي هو زي الشهر العقاري عندنا في مصر، ممكن تروح تقدم منها على الإقامة السياحية. تطلع لك ممكن بسنة او بسنتين، وممكن ما تطلعش خالص. يعني في الاول الكلام ده اتغير دلوقتي. في الاول كانت الاقامه السياحيه من الاقامات المضمونه اللي على طول اي حد بيقدم فيها بتجيله على طول وبتطلع ومفيش فيها اي مشكله. ولكن دلوقتي ممكن ما بين 10 هيقدموا، ممكن 5 6 يتقبلوا والباقي لا. فمش عايز اجزم ومش عايز اقول ان هو ده اللي بيحصل يعني، بس لا، الفتره الاخيره في ناس كتير بتتقبل يعني ومفيش فيها اي مشكله. بس انت في الاول وفي الاخر بتجرب يعني. واللي برضه هيثبت ان انت معاك او حاجه تقوي ورقك في الاقامه السياحيه، هو ان انت يبقى عندك مصدر دخل خارجي
يعني تقول لهم والله انا جاي اعمل اقامه سياحيه بس انا اصلا شغلي اونلاين او شغلي شغال بره تركيا، بيجي لي والله مصدر دخل بالمرتبات دي او بالحساب البنكي الفلاني. فيقدر ده الورق ده يقوي ملفك يعني في الاقامه السياحيه وتتقبل، وبرده ما فيش فيها اي مشكله يعني. وبرده المده اللي انت بتقدم فيها الاقامه انت كل ده قاعد قانوني، ما فيش اي مشكله الى ان يجي لك الرد. جالك الرد بالقبول بتستنى الكارت وتقعد برده ما فيش اي مشاكل. جالك الرد بالرفض بيبقى قدامك 10 ايام من تاريخ الرفض ان انت تغادر تركيا. ولما تيجي تغادر برضو مش هيبقى عليك اي حاجة خالص، حتى لو انت كنت عديت الشهر بتاع الفيزا، حتى لو كنت انت عديته عادي مفيش اي مشكلة طالما انت على السيستم عند الحكومة كنت مقدم على اقامة. فلما تيجي تخرج من المطار مفيش فيها اي مشكلة ولا هتدفع غرامة ولا اي حاجة، انت طالما مستني الاقامة قانوني 100%. طيب من الحاجات برضو اللي هتخليك انك تحدد اذا كنت هتقعد هنا ولا لا هي فرص الشغل. هل الشغل متواجد في تركيا بكثرة ولا لا؟ مش عايز اقول لك ان هو متواجد كتير او لا، ممكن نقيسها بشكل تاني، لان اصلا في اتراك خارجين من الجامعات لسه مش لاقيين شغل. ولكن دلوقتي الحل ممكن افضل شوية، لان زي ما انت عارف اخواتنا السوريين لما نزلوا سوريا كانوا الناس دي شغالة هنا في مكاتب او في شركات، فبالتالي اصحاب المكاتب او الشركات دي هيبدأوا ان هم يطلبوا ناس غيرهم، يبدأوا ان هم ينزلوا اعلانات. وبالفعل انا طول ما انا موجود في الحياة اليومية في تركيا او بسأل صحابي، في ناس كتير فعلا بتنزل وفي ناس كتير قوي بتطلب شغل كل يوم. ولكن ده مش مقياس، مش عشان انا قلت لك او انت شفت حد على اليوتيوب قال لك والله في شركات بتطلب شغل فيه، ده برضو مش مقياس. انت ممكن تيجي وما تلاقيش. هو في الاول وفي الاخر كرم من ربنا، وفي الاول وفي الاخر سعي واجتهاد منك بعد كرم ربنا. ولكن اقدر اقول لك ان انت لو معاك شهادة، ولو والافضل ان انت مثلا لو جيت هنا واتخرجت من جامعة تركية، كنت عامل ماستر او دكتوراه او كده، ده هيساعدك اكتر انك تلاقي شغل اسرع. وزي ما قلت لك الشهادة واللغة اهم حاجة، اللغة. واهم حاجة ان انت تكون معاك اقامة قبل ما تقدم على شغل، لان انت لو جيت هنا تركيا وانت لسه معاك الباسبور، لسه ما خدتش اي نوع من انواع الاقامات اللي احنا قلناها، لا سياحيه ولا عقاريه ولا عائليه ولا اي حاجه، ورحت قدمت على شغل، مش هيعرف يعمل حاجه. لازم يكون معاك اقامه قاعد في البلد عشان هو الشغل يقدر يطلع لك على الاقامه دي حاجه اسمها اذن عمل او حاجه اقامه عمل حسب جنسيتك يعني. فلازم الاول مشكلة انت تحلها هي مشكلة الاقامة، وبعد كده ان شاء الله الشغل بسعيك واجتهادك وكرم ربنا ان شاء الله هتلاقي. لو انت بتعرف زي ما قلت لك معاك شهادات، معاك CV محترم، بتتكلم تركي. ويعني مش عايز اقفلها في وش الناس واقول ان انت لو ما بتتكلمش تركي مش هتلاقي شغل، لا، في شغل كتير وما بيحتاجش تركي. ولكن ممكن والله تلاقي شغل ما بيحتاجش تركي بس ما يطلعلكش إذن عمل، وتلاقي شغل بيحتاج تركي وهيطلع لك إذن عمل. فأنت كل ما يكون معاك لغة كل ما هيكون أحسن ليك، كل ما هتلاقي فرص أكتر ليك. هتلاقي شركات مثلا بتطلب والله احنا عايزين حد بيتكلم عربي وإنجليزي وتركي. طب أنت بتتكلم عربي وإنجليزي بس، هيجي يعمل لك انترفيو بالتركي مش هتعرف ترد، شكرا مش هتتقبل. فهو عايز حد بيتكلم 3 لغات ليه؟ عشان مثلا عايز مترجم في مستشفى بيترجم ما بين الدكتور وما بين المريض، يترجم ما بين، لان في زي ما قلنا في ناس عرب كتير قوي هنا بيجوا تركيا، سواء بقى بيجوا يعملوا عمليات تجميل سواء بيجوا للعلاج، فكل ده محتاج مترجمين. شغل المترجمين موجود هنا بكثرة، بالذات لاخواتنا في المغرب العربي عشان بيتكلموا فرنساوي. فلو انت برضو جاي من دولة مش بتتكلم فرنساوي وبتتكلم فرنساوي فعندك اوبشنز اكتر بكتير. فزي ما قلت لك كل ما يبقى عندك شهادات كل ما يبقى عندك لغات كل ما هتعلي فرصك في البلد ان انت تلاقي شغل محترم. طيب اخر حاجة انا هقول لك رأيي الشخصي من وجهة نظري، والرأي ده من وجهة نظري انا على تجارب عشتها انا هنا في تركيا. والله انت شايف ان الرأي ده ما يمشيش معاك، مش هتعرف انك تعيش في تركيا، فخلاص اكني ما قلتش حاجة وانسى الموضوع تمام. ولكن انت لو
قعدت وزنتها وشفت وبحثت اكتر كمان. انت ما تاخدش في الامور بتاعه السفر دي، ما تاخدش راي شخص واحد، لا خد راي اكتر من شخص واسال اكتر من واحد. من وجهة نظري انا في 2026 هل تركيا صالحة للإقامة في 2026؟ أيوة جدا جدا جدا، ولكن لو حضرتك جاي تستقر، لو انت جاي معاك فلوس عايز تفتح مشروع. التجارة هنا بسم الله ما شاء الله كويسة جدا، والأتراك والسوق التركي من الأسواق الاستهلاكية اللي هتلاقي زباين كتير جدا. ولو ليك فتحت محل أو فتحت تجارة إن شاء الله بإذن الله هتمشي معاك إن شاء الله بعد توفيق ربنا. فانت تفكر فيها كويس، لازم انت تشوف انت محتاج هتعمل ايه، وعلى اساس ده تقدر تشوف هل تركيا صالحة ليك ولا لا. وعايز اكررها تاني، لو انت جاي عامل حسابك تحوش وتمشي، ما تجيش تركيا. تركيا مش هتعرف تحوش فيها، ومش اللي في دماغك، مش هتعرف تعمل رقم كبير يقدر يعيشك في بلدك، لا. ممكن تحوش كل حاجة، بس مش الارقام اللي بنسمعها في دول اخرى، تمام. انت هنا مش في الخليج، انت هنا في دولة تعتبر دولة اوروبية، فنظام مختلف خالص عن دول الخليج في الشغل، في الفلوس، في كل حاجة. فلو انت عامل حسابك ان انت مش هتقدر تتكيف مع اللغة ومع الثقافة الجديدة اللي انت داخل عليها، لا، فخليك في بلدك احسن. افتح مشروع وان شاء الله ربنا يكرمك. لكن هتيجي وهتجرب في حاجة انت مش مرن ان انت تتعلمها، هتضيع وقت وفلوس على الفاضي. ولكن انت لو عندك القابلية انك تتعلم لغة جديدة، وعندك القابلية انك تشوف شعب جديد وتشوف ثقافة جديدة وتواجه الصعوبات اللي هتقابلها هنا، انت في الاول وفي الاخر مش في بلدك، وكلنا بنواجه صعوبات، مفيش مشكلة يعني. وان شاء الله الحمد لله برضو بعد كرم ربنا بنقدر نعديها يعني. فلو انت عندك شوية صبر وشوية اجتهاد، ان شاء الله ربنا هيكرمك باذن الله، وتركيا تكون وجهة كويسة ليك في 2026. ونصيحتي قبل اي حاجة، اسعى وخليها على الله، وان شاء الله ربنا هيكرمكم جميعا. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كان معكم محمد عطية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.